صاحبي اليوم عندنا تحدي خطير. عسيلة الحقيقي غادي يحاول يخدم 5 الخدامات في نهار واحد، واش يقدر ولا غادي يجريو عليه من اول نهار؟ السلام عليكم يا اصدقائي، انا غرير العسل الحقيقي. قررت اليوم الخروج من الغابة وتجربة العمل في المغرب. اول خدمة غرسون في قهوة شعبية. قلت في بالي اش فيها غير تجيب الاتاي وتمشي، يا حسرة. اول طالعه ليا قلت نوريهم الخدمه ديال الغابه، ثاني خطوه تقلبت فوق الطابله. خويا الله يرحم الوالدين، رجع للغابه قبل ما تحرق لينا الكوزين. الخدمة الثانية شيفور طاكسي صغير. قلت هذه فرصتي ننتقم من الطاكسيات اللي عمرهم وقفوا ليا. واحد القليان قال لي واسع عسيلة، واش انت نوي تقلبنا اليوم ولا شنو تمالك على هذه السرعه؟ واش انت مسابق مع شومخار؟ الخدمه انسكريبشن. الخدمه الثالثه كاشي في سوبر مارشي. هنا خاصك تركيز، حساب وابتسامه مزوره. القضيه حامضه، تجمعوا عليا الكليان وكل شيء تيغوت وانا ما عرفت ما نقدم ولا نوخر. واحد الكليان قال لي السيستا معلق، البونات ما بغاوش يخرجوا، والموز تحسب لسيوده بثمن طوموبيل. خويا واش خدام كاشي ولا كتجرب فينا الذكاء الاصطناعي؟ هنا عرفت بالشهره الفائقه ماشي ديالي. الرابعه خدام في البناء الدنوله. المعلم قال لي اجي نعلمك الرجوله. من بعد نص ساعه ديال طالع نازل في السلالم حسويت باللي الظهري قديم من الصور ديال فات. الترانسكريبشن. صراحه باز البنايه مساكن، انا غير نهار واحد حسيت براسي ما قادش نكمل. تحيه للبنايه. اخر خدمه في هذا النهار الطويل، دليفري بالموتور. حلفت الا لقيت داك الزبون راه نعطيه الاكل وبونيس ديال الاحترام. بعد 24 ساعة و5 وظائف و200 إهانة مجاجنية. واللي كيخدم باش يجيب طرف الخبز راه بطل حقيقي.